هذه قلعة الشونة. نعم. هذه قلعة الشونة اللي صورتها، موجودة في السنابات عندي. فاتحينها على الخاصية. هذه هي، فاتحينها على الخاصية. نعم، يعني حتكون هذه الخاصية. نعم، هذه الشونة، وهذه قلعة الشونة. قلعة الشونة هذه، وهذه الشونة. اليمن. الشونة هذه، لا إله إلا الله، كان يا ما كان. هذه القلعة الأثرية، هذاك مسجد المعمار، وهذا الحفني، وهنا ظهر دكاكين شارع قابل، يعني بعده ممر شارع قابل بالضبط. أثريات جميلة جدا، أثريات وبيرمموها. نعم نعم. وهذا أعتقد جزء من سور جدة، جزء من سور جدة الداخلي. نعم. وهذا يودوك على شارع قابل نفسه، المنطقة دي هي. سبحانك يا رب، آثار قديمة جميلة، آثار جميلة جدا. نعم. حنصورها بعد ما تنتهي الترميمات إن شاء الله بحول الله وقوته، بإذن الله إن شاء الله. القديم جميل، القديم جميل، القديم جميل. شوف كيف البناء القديم حق جدة، البناء القديم حق جدة. نعم. أنا، وهذا أنا، هذا المحمل، وراي المحمل، وراي هنا خلفية دكاكين شارع بقابل. نعم. هذه هنا زي ما قلت أنا، هذه خلفية شارع قابل، وريها الطبيعة. هذا المدخل القلعة، هذا مسجد المعمار، هذا مسجد المعمار، وهذا شارع قابل. نعم، يعني القلعة خلفه، القلعة خلفه هناك. نعم. شارع قابل كما هو بناء القديم، كما هو بناء القديم. نعم. هذول مجموعة السياح فرجعوا المنطقة القديمة، ولكن إذا اكتملت إن شاء الله ستكون شيء رائع ومميز لمدينة جدة. نعم. هناك يوديك على إيش؟ باب البنط. باب البنط اللي هو ميناء، ميناء ممتاز. باب البنط اللي هو ميناء، ميناء حجاج مدينة جدة اللي طالعين على الميناء هناك ورا المحمل، ورا نعم. هنا كان خواجة يني خريستدولو. المعمار هناك المسجد، وهنا كان دكان الخواجة يني خريستدولو، كان يبيع الأجبان واللحم المقدد. وهنا مسجد عكاش، هذا بابه الأول وهذا بابه الثاني، مسجد عكاش. وديك بوابة باب البنط. نعم. هذا مدخل مسجد عكاش. نعم.